السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جايلكم بقى بفيديو جديد ونصايح جديدة. النهاردة هنصحكم نصايح لمادة الرياضة. لو انت مش بتحب الرياضة فان شاء الله بعد الفيديو ده هتحب الرياضة. اول حاجة علشان تحب الرياضة لازم تكوني تاخدي مع مدرس انت بتفهمي منه، مش مجرد ان هو مدرس بيدي رياضة وخلاص. لا، المدرس لازم تكوني انت بتفهمي منه عشان ده اللي هيخليكي تحبي المادة. كل ما تاخدي مع مدرس كويس وبتفهمي منه وبتحبي، هو المدرس اللي بيحببك في المادة. زي المدرس ما قادر يحببك في المادة، برضو المدرس ده هيقدر ان هو يكرهك في المادة. فاول حاجة اختاري المدرس الصح. طيب خلاص اخترت المدرس الصح وبتفهمي منه، لازم اول ما ترجعي من الدرس على طول لازم ان انتي تبداي ان انتي تحلي على الدرس اللي انت خدتيه. ما ينفعش تراكميه نهائي. بصي، حاولي اول ما ترجعي من الدرس، سواء هتنامي او كده او هتعملي كل اللي عليكي، المهم ان انتي ما ينفعش تنامي او تدخلي في اليوم الجديد الا لو انتي مذاكره الايه الدرس اللي انت خدتيه، وكمان تحلي عليه. يعني احنا مثلا عندنا كل مدرس عامل لنا ملزمه امتحانات كده، لازم اول ما ناخد درس نفضل نحل امتحانات. طيب دلوقتي مثلا لو انت مراكمه الرياضه وعايزه تفهميها او عايزه تحلي عليها وكده، اول حاجه هتبداي ان انت هتعملي جدول للماده دي. طب هتكتبي بقى الدروس اللي عليك، عندك 5 6 7 8 10 20 درس. تبداي ان انت تكتبي كل درس، وكمان تبداي ان انت خلاص مثلا هما 8 دروس، فانت عايزه تخلصي الرياضه دي مثلا في اسبوع. فتشوفي عندك كام درس، وهتبداي ان انت تقسمي الدرس ده على الاسبوع، اللي هو مثلا في اليوم ممكن تذاكري 2 أو 3 وكده، وتبداي ان انت مثلا في الملزمه دي تحلي عليها امتحانات. طب انت ما عندكيش ملزمه الامتحانات، هقولك برضو حاجه تانية. الملزمه اللي انت خدتيها في الدرس هتبقى فيها مثلا سؤال او سؤالين. السؤال ده تبداي تحلي عليه كذا مرة. يعني احنا مثلا بناخد سؤال والميس بتدينا تدريب برضو في نفس الملزمة علشان نحله في البيت. فانت لو مفيش تدريب حلي السؤال مرتين 3. هتقولي طب ما انا كده هزق. لا، ما انت ما بدل ما تنسي السؤال، انت لو حليت عليه كذا مرة مش هتزهقي. حتى لو زهقتي بس المعلومة هتثبت. طيب خلاص عملت كده وتمام والدنيا تمام وفهمت الرياضة والحمد لله وذاكرت ولميت الدنيا، هعمل كل اسبوع خصصي يوم للرياضة كمراجعة. يعني انت مثلا كل اسبوع خدتي كده الدرس الاول والدرس التاني، هتبدأي ان انت تذاكري الدرس الاول والدرس التاني برضو تاني. بعد كده الاسبوع التالت خدتي الدرس الاول والتاني والتالت، تبدأي ان انت تذاكري الدرس الاول والتاني والتالت. تفضلي بقى تحلي امتحانات كتير كتير، هتلاقي ان الرياضة بالنسبة لك سهلة. واختيار برضو المدرس للمادة هو اللي هيحببك في المادة، وهو برضو اللي هيكرهك في المادة. فانتي لازم تختاري المدرس الصح عشان يحببك في المادة. ومش لازم الرياضة بس، ده في اي مادة حرفيا انت شايفاها صعبة لازم تحلي عليها امتحانات كتير، وبرضو تراجع عليها كل اسبوع عشان المادة دي تثبت في دماغك. واكتبوا لي ايه رأيكم في الفيديو، اكتبوا لي عايزين نصايح لايه تاني، واكتبوا لي اي نصايح مثلا لتالتة اعدادي او اي حاجة. اكتبوا لي افكار فيديوهات كده وان شاء الله هعملها لكم. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. واكتبوا لي بقى كومنتات حلوة وشجعوني واشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين. ولو اول مرة تشوفوني، انا في تالتة ثانوي تجاري، بعمل لكم فيديوهات متنوعة، وان شاء الله القناة تكبر بيكم وان شاء الله نعمل حاجات حلوة. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.